مش عايز كلام كتير، بقول لك مين اللي عندك هنا؟ ما عنديش حد يا احمد. اقعد يا احمد هعمل لك شاي. مفيش حد عندي. اعملي لي شاي. خد يا احمد. عملت لك كوبايه الشاي. تسلم ايدك. تسلم. البنت دعاء قلت لها اطلعي افطري معايا الصبح، قالت لي هطلع لك ولحد دلوقتي ما طلعتش. تلاقيها نايمه ولا حاجه؟ نايمه ايه؟ ضغطك دي عليها عمايل. معلش. المهم انا هنزل ابص عليها. هتقعدي معاها تحت يعني؟ هقعد شويه واطلع. طب خدي. صح عملت المعاش بجد والله؟ وقبضت، كان القبض بتاعها امبارح. كانت بتقول قدامي على موضوع المعاش ده. ما هي كانت ماشيه في الاوراق بتاعتها والحمد لله مشيت على خير. طب زي بعض، خدي اديها ال 200 جنيه دي برضه، خليها معاها. خلاص ماشي. ماشي، سلمي لي عليها. الله يسلمك. ما تيجي معايا طيب؟ مش قادر، انت عارف يوم الاجازه جسمي تقيل. ماشي. سلمي لي عليها بقى. ربنا يصلح حالها ويكرمها ان شاء الله بابن الحلال. مش انا يا محمد قلت لك بلاش تيجي يوم الجمعه ده، اجازه اخويا ممكن ينزل يفطر معايا ولا حاجه هيعمل ايه دلوقتي لو شافك؟ اخوك ايه بس وانا غريب؟ مش عارف انت دعاء عليك حاجات. اخويا مين؟ دي ممكن تبقى سعاد. سعاد؟ ايوه قومي اتداري، قومي اتداري في اي حته والنبي، بسرعه بسرعه. ايوه ايه يا دعاء؟ ايه يا سعاد؟ ايه الريحه دي؟ خشي يا سعاد. انت ما طلعتيش تفطري معايا ليه؟ اصل انا صحيت متاخره وانت بتشربي سجاير يا دعاء ولا في حد عندك؟ انا من زهقي بقيت اشرب سجاير. يا لو احمد عرف يا دعاء. ما انت عارفه بقى القرف اللي انا عايشه فيه. ده تليفون مين ده؟ ده عارفه كان عندي صاحبتي امبارح ونسيته، فانا هتتصل بيا هتيجي تاخده النهارده. ايه يا سعاد عامله ايه؟ انت عارفه انا صاحيه تعبانه النهارده ومش قادره، ما قلت مش هطلع اقعد معاكي وكده. ما انا قلت انزل اقعد معاكي، شويه يعني. احمد بعت لك دي. ربنا يخليك يا رب. انا تعبانه جدا وحاسه ان انا كسلانه النهارده، عايزه انام شويه. طيب انا هطلع عشان كمان النهارده كانت اجازه احمد وقاعد معايا وكده، وانا قلت انزل ابص عليك اديك الفلوس اللي هو اداها لي. ربنا يخليك يا رب. انا شويه كده وهصحى وابقى اطلع لكم. طيب ماشي، تيجي براحتك. انا هطلع انا. ماشي يا سعاد ماشي. في حاجه يا سعاد بتبصي على حاجه؟ لا يا حبيبتي مفيش اي حاجه. انت عايزه اي حاجه؟ لا عايزه سلامتك. الحمد لله. خدش بالك. تعالى يا محمد يلا تعالى. شفت بقى؟ يعني سعاد دلوقتي خدت بالها من الشراب والتليفون والسجاير. ممكن تطلع تقول لاحمد اخويا واحمد ينزل لو سمحت. خد بعضك بقى دلوقتي وامشي. وفي ايه يا دعاء؟ في ايه مالك؟ والنبي يا انت بقيت محمد. عايشين في رعب الفتره دي، مالك في ايه؟ وانا غريب يا بنتي؟ محمد والنبي امشي دلوقتي، ممكن احمد ينزل على غفله، او ممكن تطلع تقول له ان انا تعبانه زي ما قلت لها. انا زهقت من الموضوع ده على فكره. معلش عشان خاطري. خد موبايلك وشرابك والنبي يا محمد، وخد علبه سجايرك يلا وامشي قبل ما استنى يلا. وفي يا بنتي مالك بتعملي كده ليه؟ يلا والنبي. انت عايشين في رعب. معلش استنى بس اشوف في حد على الباب ولا لا وامشي. بقيت للدرجه دي؟ استنى بس. هقعد متهدد في بيتي؟ يلا بقى مفيش حد، بسرعه يلا بقى بسرعه. الحمد لله عشان احمد نزل دلوقتي مفيش اي حاجه. بس يا سعاد انا عايز اعرف انت فاتحه باب الشقه ليه واقفه بره؟ يا سعاد اصبر يا احمد. في ايه يا بنتي بره؟ كنت بنفض في السجاده. ايه يا سعاد؟ انت مش عاجباني كده، مش مظبوطه من امبارح، في حاجات كده، في ايه مالك بتوتر بص انا ما كنتش عايزه اقول لك. تقولي لي على ايه؟ امبارح لما كنت عند اختك وبديها ال 200 جنيه انت اديتهاني وكنت نازله اقعد معاها، لقيت علبه سجاير ولقيت تليفون بتاع حد غريب مش بتاعها ولقيت شراب، ولما واجهتها قالت لي اصلا انا اللي بشرب سجاير. الموضوع ما دخلش دماغي. سجاير؟ هو ده اللي حصل. دلوقتي وانا بنفض السجاده لقيت واحد داخل عندها. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ زي ما سمعت يا احمد. يعني ايه واحد داخل عندها؟ هو في حد بيطلع عمارتنا يا احمد غيرنا احنا؟ وانت من ساعه ما قعدت اختك وانا حاسه ان في حاجه غريبه. اوام لبست كده وجهزت. ايه يا دودو؟ انت مستعجل قوي كده؟ يلا بقى هعمل ايه، اشغال. انت حابب تقعد؟ اهو بقى جات اكتر من رايحات. ماشي يا عم، بتاع الجايات اكتر من الرايحات. ماشي يا دوبك اكل الاسفنديه دي وتوكل على الله. ماشي بس ما تاخرش عليا والنبي. لا على هنا اتاخر عليك برضه، ده كلام. هلاقي غيرك. مراتك ما شكتش في اي حاجه؟ وليه السيره دي دلوقتي؟ طيب لما اكون هنا ما تفكرنيش بحاجه غيرك انت. ماشي
الواد حته طيب اقسم معايا. ايه ده؟ بتنسيني. ايوه صح. حلو الاستفاده. شكله احمد اخويا. وايه الحكايه في ايه؟ وانا كل ما اجي هنا الاقي الباب بيخبط. طب معلش استخبى بس دلوقتي عقبال ما اشوف مين. ايه جو استخبى ده وانا حرامي؟ معلش يا محمد يلا قوم يا محمد. يا بنت وانا غريب؟ يا محمد قوم يا محمد. انا نفسي اواجه الناس اللي بره دي كلها. محمد وطي صوتك وطي صوتك من انا زهقت. يلا يا محمد. ايوه احمد ازيك؟ هي سعاد عامله ايه؟ كويسه يا دعاء. اتفضلوا. مين اللي عندك هنا؟ ما عنديش حد يا احمد. لا عندك يا دعاء، وانا شايفاه داخله عندك. في يا سعاد؟ انتوا بتتهميني في ايه يا سعاد؟ بتهمك في ايه يا دعاء؟ مش عايز كلام كتير، بقولك مين اللي عندك هنا؟ ما عنديش حد يا احمد. اقعد يا احمد هعمل لك شاي. ما فيش حد عندي. اعملي شاي. خد يا احمد. انت بتعملي كده ليه يا سعاد؟ وانت خايفه من ايه؟ اللي بيعمل شي حاجه غلط يا دعاء بيبقى خايف من ايه؟ يا لهوي. احمد تعالى ايه بس يا استاذ؟ تعالى. ايه شغل الحراميه ده؟ تعالى اطلع لي هنا كده. مين ده؟ ليه بس كده يا استاذ احمد؟ في بس استاذ احمد ده عارفني كمان. مين ده؟ هل يخفى القمر؟ انت على فكره فاهم غلط وانت فاهمه غلط على فكره. فهمينا الصح يا قبل دعاء. ده جوزي. جوزك؟ اه والله. وانا جيت قلت لك يا احمد. بقول لك ايه يا احمد؟ ايه يا بنتي خضتيني في ايه؟ بسرعه بس عايزه اقول لك كلمتين وهي ساعات في المطبخ. خير؟ بص هو في واحد عايز يجي يتقدم لي يا احمد. طب وماله؟ ايه المشكله؟ بص هو عنده مشكلتين. مشكلتين يا سيدي يا رب. المشكله الاولى ان هو متجوز. طب وايه يا بنتي ايه اللي يجبرك ان انت تتجوزي واحد متجوز يعني؟ ما يا احمد انت عارف انا من ساعه ما اتطلقت وانا ما بخلفش اصلا، ويعني مين هيتجوزني اصلا؟ ماشي بس ما تستعجليش برضه، انت بتقولي ده راجل متجوز، يمكن يجيلك واحد مثلا برضه نفس برضه تجربتك كده، على فكره يكون هو ما كويس حصلوش جدا. نصيب ولا حاجه. ماشي، ما هو كويس وطيب. هتخش في مشاكل كتير طالما متجوز. ما هو في مشكله تانية. مشكله ايه تاني؟ هو في اكتر من هو متجوز؟ ما هو عايز يتجوزني عرفي عشان مراته ما تعرفش، انت ما اتجننتي؟ يخربش بيته. وايه اللي يجبرك تتجوزي واحد عرفي وكمان متجوز؟ انت مجنونه دعاء ولا ايه؟ يا احمد ما هو انا كده انت ما تبقى عارف، والعرف ده طالما حد عارف كانه شرعي بالظبط. لا انا مش موافق على الكلام دوت بكل المقاييس، مش موافق. كل حاجه بتقولي ان انا ما ينفعش اوافق. ايه اللي يجبرني اجوز اختي لواحد عرفي وكمان متجوز؟ انت هو حد قالك ان انا مجنون؟ اللي يجبرك يا احمد ان هو كويس وابن حلال. مش كفايه مفيش اي حاجه تجبرنا خالص ان احنا نخلينا ندخل واحد في وسطينا ويبقى متجوزك عرفي ويبقى متجوز. انا مش موافق يا دعاء. احمد كمان عشان احافظ على المعاش اللي انا باخده. دعاء انت لسه بتجري في ورق المعاش، انت لسه خدت المعاش. طب يا احمد ما هو المعاش ده هينفع. طب معاش انت هتضحكي على نفسك بحجه المعاش؟ لا يا احمد ما هو اكيد هيبقى بيصرف على بيته وعياله وهيجي يديني مصروف وانت بقى قليل. تصرفي عليه من معاشي. انا مش هصرف عليه من معاشي يا احمد، بس اكيد هيديني مصروف قليل. طب الموضوع ده مرفوض معايا يا دعاء، ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني. انت عارفين منين ده اصلا؟ ده جاي اخو واحده صاحبتي، وصاحبتي التانية هي اللي جايباهولي بصراحه. بقول لك ايه، اقطعي علاقتك بيهم الاثنين دول اصلا، ما كلمهمش تاني. سامعاني؟ ما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني. ماشي يا احمد. بقول لك ايه، شيل الفكره دي من دماغك خالص، وانت اي فلوس عايزاها انا هعديها لك. يا احمد انت مش حايش عني حاجه على فكره. انا من يوم ما جيتي قعدت هنا في الشقه في البيت معانا تحت، انا عايش عنك حاجه؟ انت ما قصرتش معايا ولا انت ولا سعاد والله. يبقى خلاص ما عندكيش اي حجه، ما تحججيش بقى وتحطي حجه لنفسك تقولي عشان المعاش. حاجه ولا ايه مالكم؟ ايه سعاد عامله ايه؟ الحمد لله. الموتور معرفش مش شغال، جيت اشطف المواعين الموتور فصل، ما تشوفوا لي كده ماله. طيب ابص لك عليه. خلاص مش عايز كلام كتير بقى قدام مراتي وتروح تقول لها لا الكلام العبيط اللي انت بتقوليه دوت. حد قال لك ان اخوكي مجنون يجوزك واحد يجوزك عرفي؟ ايه الهبل والهطل اللي انت فيه ده؟ قوم شوف الموتور. اتصل بيه ولا ما اتصلش بيه دلوقتي لما انزل؟ وانت قلت لي مفيش جواز عرفي، وهو ما كانش ينفع يتجوز غير عرفي. وليه ما ينفعش يتجوز رسمي على سنه الله ورسوله يا دعاء؟ يعني برضو عملت اللي في دماغك واتجوزتيه برضو عرفي، ولا اعتناء لاي كلمه لاخوكي؟ يا احمد، مش انا ما كنتش موافق؟ يا احمد من فضلك، وقلت لك بلاش. يا احمد من فضلك اسمعني، انا جوزها
ومن حقي ان انا اتكلم وتسمعني. من حقك. حضرتك ممكن تتفضل وهقول لك انا الكلمتين اللي عندي. من حقك ايه بالورقه العرفي انت كاتبها عليها؟ اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. ولا ايه اللي يثبت لي ان ده جوزك؟ اتفضلوا يا جماعه بس. انا ايه اللي يثبت لي ان ده جوزك؟ اتفضل يا احمد. في ورق مكتوب بيني وبينه يا احمد. اتفضل يا ما احمد. كتبتيش رسمي يا دعاء. ثواني يا سعاد، اتفضلوا بس عشان اقدر اتكلم. انت كمان عارف اسم مراتي؟ عارفكم كلكم يا احمد. مش دي مراتي؟ يبقى اهلها يخصوني ويهموني. اتفضل يا استاذ احمد. اقعد يا احمد واسمعه. اقعد يا احمد واسمع بلا دعاء. اسمع ايه؟ اسمع اللي اللي كسرت كلمتي الدنيا يا سعاد وعملت اللي في دماغها يا سعاد برضه. يا احمد هي اتجوزنا عرفي لاسباب. ايه بقى الاسباب اللي تمنعك انك تتجوزها على سنه الله ورسوله وقدام الدنيا كلها وانك تيجي تحط ايدك في ايد اخوها؟ انا راجل متجوز يا احمد وعندي اولاد وهي برضك عندها ظروف، فاكيد هي حكيتها لي وانا قدرتها. ظروف ايه اللي عندك يا دعاء؟ ايه الظروف بقى اللي عند حضرتك؟ يا احمد ما انت عارف يا احمد انا مش عايزه المعاش يتقطع، والمعاش ده اللي بيصرف عليا. معاش تتجوزي عرفي عشان المعاش. معاش ولا كان القصه مش اللي قصه يضايقك يا معاش، أحمد. أنا انت عايز دي أقول لك. الحجه اللي حطها لنفسك، هو عشان خاطر مراته صح؟ هي قدرت وانا قدرت. لا ما انا فاكر الكلام اللي هي جت قالتهولي، قالت لي واحد عايز يتقدم لي وعايز يتجوزني عرفي عشان خاطر هو متجوز. طب واحنا ليه نخرب بيوتنا؟ ليه؟ ما احنا عايشين كويسين وزي الفل. ما حدش بيعترف بالورقه العرفي يا طب ابو وانت دعاء. تقابل على نفسك ليه؟ خليكي انت بعد الخير بقى. عايش زي اجواء الحراميه ده. اهو اللي حصل. في حاجات بتفرض علينا احنا ما بيبقاش لينا يد فيها. هو لو بيحبها يا احمد يكتب رسمي عليها. خلاص انت عرفت يا احمد. هو رسمي ايه؟ مش هينفع يا مدام سعاد. اتفرجي. مش هينفع. سامعه؟ مش هينفع لاسباب وهي عارفاها. ايه الاسباب طب اللي عايزين عندك؟ نعرف ايه ان انا الاسباب راجل دي. متجوز وعندي اولاد. يعني خايف على بيتك ومراتك وعيالك. يعني زي ما انا انا خايف قلت على البيتين مش بيت واحد. لا انت كده مش خايف على البيتين يا محمد. يعني انت بتصغرني قدام اخويا دلوقتي؟ مفيش يعني هو عايز يقول لك صغرية ولا أي كلام. ولا حاجه، بيته وعياله اهم عنده منك. هي مش دي بالمعنى يا احمد، ما تفهمنيش يعني غلط للاسف، ما تفهمنيش غلط. هي برضو تخصني وتهمني. انا لو كنت اخصك على فكره كنت عملت لي قيمه قدام اخويا دلوقتي، قلت له نجيب المأذون ونكتب رسمي. انت عايزه ايه يا دعاء دلوقتي؟ اما انت تكتب ما عليا عملتيش رسمي. لنفسك انت قيمه ولا اخوك قيمه، هو اللي هيعمل له قيمه معاش ايه يا دعاء؟ وهيعمل لك قيمه. معاش ايه؟ واضح إن رخصت نفسك. القعده دي انا ماليش مكان فيها. انتوا ممكن تتحلوا مع بعض وانا طب بص يا ابن الناس، بالاذن. يا لو جبان انت شاري الست دي بقى بجد تكتب عليها رسمي قدام الدنيا كلها. محمد ما تفضحنيش قدام اخويا. محمد ده كان في بينا حاجات حلوه. مش هينفع يا دعاء، مش هينفع مش بالاذن إيه؟ يا احمد. منك لله، منك لله يا اخي. منه لله ليه؟ هو ده اللي كان متوقع. هيخسر مراته وامه وعياله عشان خاطر واحده وافقت ان هي تكتب ورقه عرفي يا دعاء. خليكي محضر خير بقى وصلحي ما بيني وما بين اخويا دلوقتي. اصلح ايه يا دعاء؟ خليكي محضر خير. ما انت تصلح رخصتي ايه؟ نفسك يا دعاء. اتكلمي كلمه حلوه بقى. ما هو لا كان صغرتيني. وافي كان كسفنا كلنا. احمد مش ده كلام اللي جيت قلته لك؟ احمد انا جيت قلت لك يا احمد على فكره، ولو كنت ساعتها وافقت كان حاطط ايده في اوافق ايدك. على ايه؟ وبعدين معاش ايه؟ اخوكي كل يوم والتاني بينزل لك فلوس اكتر لا من تسكت يا احمد. عمال اوافق على ايه؟ ما صح يا أحمد. عندها حق في كل كلمه. عايز انا اوافق على ايه؟ على واحد جاي لاختي عايز يتجوزها عرفي. ما هو يا احمد هو عنده ظروف في طب بيته. ليه؟ ايه اللي يجبرنا على كده؟ ما هو انا برضو ست يا ليه؟ احمد. انت سن وانت عجوزه وانت سنك كبير، وانت سنك كبير في السن هتقولي طلع مثلا جبان. معاكي عيال وخايفه من اهل جوزك زي الحجج اللي بنسمعها. انت ربنا ما رزقكيش بعيال. ما عشان ربنا ما رزقنيش بعيال انا وافقت ان اتجوزه في السر. ايه اللي يجبرك على كده؟ ليه تصغري اخوكي وتقلي منه؟ ليه؟ حرام عليكي يا شيخه. طلع جبان. بعد ما اتطلقتي جبتك هنا وقلتي احافظ عليكي قدام عينيا لغايه ما يجيلك ابن الحلال اللي يصونك ويعرف قيمتك. انت جبت واحد قل منك وقل من اخوكي. خلاص يا احمد النبي سامحني، حقك خلاص عليا. ايه؟ والله انت العظيم. هتقعدي في البيت ده بشروط انا مقعدك هنا في بيتي بشروط انا، مش بشروطك انت، مش هتمشي على دماغك انت. انت بتذلني، انت قعدتني في بيتك يا احمد. بذلك انت ليكي انت تتكلمي بعد اللي عملتيه فيا. انا بقول لك حقك عليا يا احمد، والله مش هغلط تاني. خليكي ودي ما كانتش غلطه على مراتي فكره. لما تحكي كده لاهلها ان اخته بهدلته بعد ما جابها بعد ما اتطلقت وقعدها في البيت عندنا وقعدها في شقه طويله عريضه وفرشها لها وبيصرف عليها وكمان عامله معاش لنفسها بحجه وهمت لنفسك عشان المعاش ما يتقطعش. هي مش تحكي لاهلها لانها بتحترمك وبتحبك وبتحبني على فكره. انا وسعاد اصحاب، بس ما اعرفش ايه اللي قلبها عليا.
خلاص يا احمد النبي سامحني. عشان انت ماشيه غلط. لا يا احمد انا مش لا، ماشيه عشان غلط يا ماشية احمد، غلط. انا اتجوزت لا، غلط، شرعي يا احمد. غلط. شرع ده عرفي على فكره لا عادي. لا احنا اللي بنوهم نفسنا، بنشوف طالما بنبني قدام نفسنا ربنا. صوره في الغلط، بنوهم نفسنا ان هو صح. ما قدام ربنا يا احمد، والله ربنا شاهد علينا. الجواز ان انا اعلن للناس كلها، اعلن للناس كلها واقول يا انا متجوزه على سنه الله ورسوله وده جوزي وبيطلع لي في حلال ربنا. لكن انت بتخبيه ليه؟ مش انت خبيتيه مننا وخبيتيه منها المره اللي فاتت عشان انت عارفه ان انت بتعملي حاجه غلط. ما هو ده لو صح ما كنتش هتخافي. خلاص يا احمد حقك عليا. رجلك ما تعتبش عتبه الباب دي. حاضر ماشي؟ حاضر. مش عايز اسمع صوتك اصلا، ما تطلعليش الشقه فوق. ماشي؟ يا أحمد. وبرضه هبعت لك فلوس تاكلي وتشربي ومش عايز اسمع حسك تاني. احمد النبي سامحني يا احمد، حقك سامحك. عليا. احمد انا كده هخسر اخويا، اعمل ايه طيب؟ منك لله يا محمد، خليتني اخسر اخويا اللي ليا وماليش حد غيره.